بسم الله الرحمن الرحيم متابعي القناة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد. بعد أن قمنا في قناتنا بعرض تصميم وتطوير لملعب أحمد زابانا في وهران، واعتبر تصميم رائع جدا وأعجب به عدد كبير من المتابعين. قام المصمم بالقاسم بإعطائنا بعض الصور الجديدة لهذا التصميم. بالإضافة إلى ذلك قام بتصميم لملعب 18 فبراير بولاية بسكرة، حيث قام بإعطاء تصميم راقي جدا، حيث يتناسق هذا التصميم مع طبيعة المنطقة. إضافة إلى ذلك فإن التصميم جاء بتغطية كاملة للملعب، وكما تشاهدون في الصور التي هي أمامكم فتصميم راقي جدا، وأعطى له تسمية زيبان ستاديوم، وهو ملعب 18 فبراير الذي يمكن تطويره ليصبح بهذا الشكل. حقيقة أنا التصميم أعجبني، حيث أنه مزج بين التراث وبين الحداثة، وكما تشاهدون فهو مغطى بالكامل ويعتبر تصميم حديث ورقي. الملعب الثالث الذي قدم لنا بعض تصاميمه وهو تطوير ملعب سيدي بالعباس، أين قام بإعطائنا تصميم للشكل النهائي لتغطية ملعب بالعباس الكبير، والذي تظهر عملية تغطيته بشكل ممتاز جدا. إضافة إلى ذلك قام بتطوير لملعب أول نوفمبر بمدينة بادنا، وهذا من خلال إضافة مدرج جديد للملعب، وهذا لرفع الطاقة الاستيعابية للملعب وتغطيته بالكامل. يتبقى فقط جزء صغير لم تتم عملية تغطيته، ويبقى ملعب أولمبي كما تشاهدون في الصور التي أمامكم، وعملية التغطية تقريبا تشبه ملعب برلين الكبير. حقيقة نشكر الشاب حميدي بالقاسم الذي وضع الثقة في قناتنا ومنحنا هذه التصاميم، والتي تنم على وجود كفاءات ومهندسين ذو مستوى عالي. نتمنى من المسؤولين الاهتمام بهؤلاء الشباب واعتماد تصاميمه. إلى اللقاء.